يا مساء الفل. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، زيدوا النبي صلاة يا جماعة. بالصلاة على الرسول تنفك وتنحل العقد على طول. زي ما انتم شايفين معايا اللحمة اللي قدامكم دي اسمها عكوة. العكاوي دي بتبقى ديل الذبيحة. الديل بتاع العجل. زي ما انتوا شايفين كده، ده بيبقى شكله. هي بتتباع بالوزن. هي دي ما شاء الله كبيرة، يعني حوالي 2 كيلو إلا. بتبقى كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو على حسب. زي ما انتوا شايفينها كده قدامكم. هي كبيرة، ودي بتبقى لحمة وفيها عظم. طعمها بيبقى حلو جدا وكمان مغذية. و يعني اكلها طعم. يلا بينا عشان نشوف الطريقة. انا سخنت حلة على النار، وهنزل عليه. هنزل في الحلة العكاوي زي ما انتوا شايفين. بصوا، هي القطعة دي سليمة كده، يعني القطعة الكبيرة دي العكوة كانت ما شاء الله كبيرة. حطيتها زي ما هي كده، انها ما نفعتش انها تتقطع ولا تصغر عن كده، لانها بتبقى لا عظم مكسي باللحم. زي ما انتوا شايفين انا هشوحها وهنزل عليها بالتوابل بتاعتها، والتوابل عبارة عن فلفل اسمر او فلفل اسود. زي ما انتوا شايفين. وبعدين معايا ورق لورا وحبهان ومستكة. المستكة لو ما عندكيش مش ضروري، مش لازمة. الحبهان وورق اللورا والفلفل الاسود هيغني عن طعم المستكة. ودلوقتي هنزل معاكم ببصلاية متقطعة. و بعدين زي ما انتم شايفين هي اتشوحت، هنزل عليها بالمية السخنة. يعني انا غليت مية في الكتل ونزلت على اللحمة بالمية السخنة زي ما انتوا شايفين. العكاوي طعمها حلو جدا جدا. حابة تعمليها طاجن بصل، اوكي. حابة تحطي فيها بطاطس برضو هتبقى طعمة وجميلة قوي، وهتبقى جبارة، يعني أكلة قمر بجد. هسيبها بقى اغطيها واسيبها تغلي تستوي مع نفسها. وجبت كده حوالي كيلو بصل زي ما انتوا شايفين. هقطعه وهقشره، وبس انا هحط فيها بطاطس. انا مجهزه مقشره البطاطس ومجهزاها اهو. زي ما انتوا شايفين حوالي كيلو. يعني هي بتحب البصل الكتير. عندك طاجن فخار اعمليها فيه. انا صراحة ما عنديش طاجن كبير، والعكوة بتاعتي كانت كبيرة. انا بقطع البصل اهو كده جوانح او جوليان او طرنشات زي ما بتسميه. اهو بقطعه بالطريقة العشوائية التقليدية العادية زي ما انتوا شايفين معايا. هقطع طبعا كمية البصل كلها، وهرجع لكم عشان تشوفوا معايا انا هعمل ايه في البصل وايه الخطوة التانية. دلوقتي انا حطيت معلقة سمنة على النار، وهنزل بالبصل اللي انا قطعته، كمية البصل اللي انا قطعتها كلها، وهشوح البصل ده كويس جدا. البصل ده انا عايزاه يكرمل، عايزه لونه يبقى اللون البني. معلش هو هياخد منك مجهود شويه، بس هيتحمر بسرعه يعني. ما لا تقلقي. هيتحمر معاكي بسرعه يعني. وهنزل بقى عليه بقرنين فلفل خضر حامي سبايسي. لو مش حابة خلاص ممكن تحطي فلفل يكون بارد، بس بصراحة الفلفل السبايسي او الحار بيديها طعم ونكهة حلوة قوي قوي. زي ما انتم شايفين هنزل بقى بالتوابل، والتوابل عبارة عن فلفل وملح وسبع بهارات. لو ما عندكيش السبع بهارات ممكن تحطي بهارات لحمة عادي. هو زي ما انتم شايفين البصل ابتدى ان هو لونه يغير. انا هخلي لونه يبقى بني غامق، مش غامق قوي يعني، بس هخليه كراميل. فبحط دلوقتي الفلفل الاسمر، لاني حطيت التوابل وما حطيتش الفلفل الاسمر. بصوا اهو البصل كرمل اهو بالشكل ده. دلوقتي حطيته في الصينيه، وزي ما انتم شايفين بوريكي لون البصل. وعندي طماطم مقطعاها طرنشات هرصها في قلب الصينيه، وبعدين هحط عليها البطاطس اللي انا مقطعاها.
وانا نقصت شوية من البصل ده على جنب، عشان بعد ما ارص الصينية هاخد البصل ده احطه فوق الوش مع العكاوي. تمام كده اهو انا برص البصل يعني عادي كأنك بتعملي صينية بطاطس، بس دي بقى الفرق ان البصل متكرمل وان البصل مش كل حاجة مش مخلطة ببعض، دي معمولة رقات اهو زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى هنروح نشوف الشوربة بتاعت العكوة اهي، العكوة استوت ودي الشوربة بتاعتها. وهي بتاخد على النار كده حوالي ساعة. انا رصيت الصينية اهو، حطيت العكوة فيها وحطيت العكوة الرفيعة دي كده من فوق الوش، عشان لما الصينية تتحط على السفرة تبان انها عكاوي. الشوربة انا كنت بوريها لكم، انا هاخدها دلوقتي واصفيها من البصل ومن الحبهان ومن ورق اللوري اهو زي ما انتوا شايفين. انا صفيتها وهنزل بيها بقى دلوقتي على الصينية. تمام كده، هاخدها دلوقتي وهحطها في الصينية، وهسيب الصينية دي تغلي على البوتاجاز من فوق غلوة، وبعد كده هدخلها الفرن. عايزة اقولك ان هي لو اتعملت في طاجن هتبقى حلوة جدا، بس انا للاسف ما عنديش طاجن بالحجم ده. وبسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، العكوة كانت مليانة يعني كانت كبيرة، فطبعا كانت محتاجة مني طاجن ألمونيوم كبير، وانا عندي طاجن بالغطا بتاعه ألمونيوم. دلوقتي هحطها على البوتاجاز هتغلي غلوة. انتي تقدري بقى تغطيها بالورق الفويل وتدخليها الفرن. انا صراحة ما غطيتهاش بورق الفويل، بس ممكن لو غطيتيها بورق الفويل مش هتتحمر قوي زي ما هي اتحمرت معايا اهو زي ما انتوا شايفين. انا دلوقتي هحطها على النار تغلي، وبوريكي العكوة اهي، بوريها لك وهي في قلب الصينية. بشاورلك ان انا حاطه العكوة الرفيعة عشان تبان. وادي الصينية غطيتها وهي لما غليت بصوا يا جماعة مش قادرة اقول لكم والله العظيم ريحتها كانت قلبة الدنيا، ريحتها كانت تحفة. دخلتها الفرن اهو على الشبكة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى شوفوها معايا لما تخرج لانها بتحمر وبتستوي على طول كده بقى. دلوقتي لما حمرت بصوا الدسامة والجمال، طعمها رائع. يعني هي الكاميرا مطلعاها غامقة قوي، لكن لا هي ذهبي، وكان طعمها حلو جدا وتحفة، وطريقتها سهلة ومغذية ومفيدة.